السلام عليكم، معاكم احمد خيري وده اكسكلوزيف ريفيوز. النهارده معانا عربيه من الصانع الياباني سوزوكي، العربيه الاشهر من عربيات سوزوكي العربيه السوزوكي فيتارا. النهارده عندنا العربيه سوزوكي فيتارا هايبريد. عايزين بقى نشوف العربيه دي ليه في اوروبا نزلوها بالشكل ده، وايه المزايا بتاعتها وايه العيوب بتاعتها، وهل لو العربيه دي نزلت عندنا في الميدل ايست هتكون ناجحه ولا لا. اتمنى الحلقه تعجبكم ونشوف مع بعض. النهارده معانا عربيه من الصانع الياباني سوزوكي، عربيه اقتصاديه من فئه الكروس اس يو في الصغيره. العربيه اللي معانا النهارده الفيتارا الفيس ليفت. العربيه دي منزلينها عربيه هايبريد بموتور 1400 سي سي تنفس طبيعي وموتور كهرباء. عايزين بقى نشوف ايه اللي فيتارا ايه اللي سوزوكي حطته في العربيه دي عشان تنافس فئه العربيات الاقتصاديه بالشكل ده. طبعا العربيه فيها باور ترين بنزين وكهرباء. طبعا هو يعني غريب شويه. اولا تحس ان هو الباور ترين بتاع العربيه دي تقيل، تحس العربيه كده هي بتتحرك تقيله، يعني تحس ان الموتور مش شايل البادي رغم البادي بتاعها خفيف. زي ما احنا شايفين ده موتور تنفس طبيعي وموتور كهرباء فتيس اوتوماتيك 6 سرعات. اداؤه غريب جدا، بينقل ببطء شديد جدا، لكن دونا عن ذلك العربيه هي فئه اقتصاديه في الاول وفي الاخر. سوري حطينا في مكان غلط. طبعا العربيه الموتور بتاعها صغير، البادي بتاعها صغير، وتوصل سرعتها لغايه 180 كم في الساعه. هم محددين سرعتها ب 180 كم في الساعه. مشكله العربيه دي الاساسيه انك انت لما بتكون ماشي على سرعه عاليه دايما الفتيس بيختار ان هو ينزل نقله عشان يديك عزم، رغم ان ده مش شيء طبيعي. انت لو جبتها على المانيوال وحاولت انك انت تزود على السرعه بشكل طبيعي هتلاقي العربيه بتزود سرعه معاك، لكن لما بشكل ثابت السرعه بتقعد تزعق وبتستهلك بنزين كبير. طبعا العربيه دي استهلاك البنزين بتاعها رائع. العربيه دي بتاخد من لكل 100 كيلومتر تقريبا 5.5 لتر، وده استهلاك كويس جدا على العربيه بالحجم ده وبالامكانيات دي. ميزه السوزوكي فيتارا ان هي العربيه فولي لودد، فيها انظمه الامان الكامله، فيها نظام السمارت كروز كنترول، لين كيب اسيست، وفرامل الطوارئ، فيها نقط العاميه، حاسات ورا قدام، كاميرا خلفيه، وفيها كمان عداد سوبرفيجن بيديك معلومات حلوه جدا، ونظام مراقبه انتباه السائق. هو غريب شويه ما تبقاش فاهمه في الاول، لكن هو يعني فعال. لما انت بتكون تعبان او حاجه بيقول لك انك انت تعبان اركن وخد لك يعني راحه كده عشان تعرف تكمل. طبعا السوزوكي فيتارا زي ما احنا شايفين الخطوط بتاعتها من بره عاليه قوي، مفيش فيها تكاليف. العربيه خطوطها بتاعتها موجوده من زمان قوي، يمكن شفناها من 10 سنين في نفس العربيات. هي هدفهم من العربيه عربيه اقتصاديه شكلها مقبول وتتباع بشكل كويس، وده اللي سوزوكي عاملاه في العربيه دي. عربيه اقتصاديه شكلها مقبول جدا، خطوط معقوله، وفي نفس الوقت اداء يعني معقول. العربيه طبعا فيها الجنوط التوتون الكروم مديها بشكل حلو قوي، ده جنط 17. العربيه فيها فوانيس فول ال دي قدام وورا، فيها مرايات ضم، فيها خطوط معقوله قوي، فيها بصمه، فيها ازاز ملون، فيها الريلز بتاعت يعني لو انت عايز تعلق على العربيه شبكه او حاجه علشان تشيل العربيه ما تكفتش من جوه، رغم ان هو من جوه مساحتها معقوله قوي بالنسبه للعربيه في الحجم ده. مساحتها معقوله قوي. طبعا سوزوكي مش معروفه ان هي عربيتها مش عربيات كبيره، عربيات عمليه وصغيره، وده اللي سوزوكي عاملاه في العربيه دي. العربيه سوزوكي اللي معانا النهارده دي عربيه مدينه بامتياز. يعني انا شايف ان هي عربيه جوه المدينه مفيش حاجه طالعه عليها. معظم الوقت العربيه شغاله على مواتير الكهرباء، استهلاك البنزين قليل قوي، لكن العربيه دي تطلع بيها على الطريق السريع هتزعل منها قوي. العربيه على الطريق السريع صوتها عالي، استهلاكها البنزين تلاقي الموتور على طول العربيه بتاعها عالي عشان تجيب معاك سرعه، التسارع بتاعها وحش قوي.
مش حلوه خالص على الطريق السريع. لكن جوه المدينه العربيه بيرفكت، يعني العربيه هتبقى ماشيه معاك معظم الوقت في الزحمه على البطاريات، بتشحن بسرعه. البطاريات مجرد دوست الفرامل صوتها هادي، ناعمه، العربيه مفيش فيها خشونه، فدي حاجات مميزه جدا للعربيه سوزوكي. طبعا العربيه بتميز ان جوه داخلتها يعني مصنوعه بشكل معقول جدا. العربيه فيها بلاستيك كتير زي ما احنا شايفين، يعني البلاستيك موجود في العربيه بشكل كبير، لكن حاطين فيها حتت يعني لمسات حلوه. دي حته الكانتارا، الكراسي نصها جلد ونصها الكانتارا، الطاره جلد، العداد سوبر فيجن مع شاشه الوان. اي نعم هو عداد مش احسن حاجه بس يعني معقول جدا. عندنا كمان شاشه كبيره مع وايرلس ابل كار بلاي، في تسخين كراسي، و جير بوكس اوتوماتيك مع نظام السبورت. هنلاقي في بادل شيفترز موجوده في الدريكسيون. في طبعا هنا الحاجه اللي ما كنتش عارف دي ايه في النص، طبعا دي فتحه تكييف يمين وشمال، وفي النص هنا كاميرا بتتابع السواق بتشوف وضعه عامل ازاي، في كاميرا وسطيه تعتيم، في فتحه سقف بانوراما حلوه جدا. يعني انا ما كنتش متخيل ان في فتحه سقف ممكن تتحط في الفئه دي بالحجم ده. هي جزئين وبتتفتح لغايه الاخر، بتبقى كبيره قوي زي ما احنا شايفين، بتبقى فتحه كبيره جدا. هي جزئين متحركين مش جزء واحد. ده الجزء الاولاني ثابت وبعد كده الجزء الثاني. العربيه بشكل عام التجهيزات الداخليه ممتازه. العربيه ابهرتني بالتجهيزات، ما كنتش متخيل ان في عربيه سوزوكي ممكن تكون بالشكل ده، ودي حاجه انا الصراحه يعني تتحسب لشركه سوزوكي. المشكله الاساسيه معايا في العربيه دي هي الباور ترين بتاعها. رغم العربيه دي هايبريد المفروض ان هي تكون قويه وموفره للبنزين، لكن العربيه حاسس ان فيها يعني نوع من انواع الغباء في حاجات كتير. هنبدا نجربها مع بعض ونشوف ايه المشاكل بتاعتها اللي قابلتنا ونشوف مع بعض. زي ما احنا شايفين العربيه فيها تحكمات كتيره قوي. فيها النظام اللينكي باسيست الخاص بسوزوكي وتويوتا. في عندنا كمان ان هو حساسات اماميه وخلفيه، نظام الايكو مود، منع التصادم، ونظام الخروج من المسار اللي هو الياباني. فيها اوتو، فيها مانيوال يعني هيد لايت ليفلر، فيها مرايات ضم مع نقط عاميه. طبعا العربيه فيها تجهيزات كويسه جدا. طبعا العربيه من ورا ضيقه شويه، يعني زي ما شايفين الكراسي دي راجعه لغايه الاخر، بس مساحه السقف عاليه. يعني لو جيت قعدت من قدام انا مش مستريح، لكن مساحه السقف عندي كويسه جدا، بتناسب اشخاص احجامهم صغيره مش احجام كبيره. طبعا شنطه العربيه بتاخد 360 لتر، ودي حاجه كويسه جدا. هنلاقي الشنطه كبيره. طبعا في عندنا كمان ميزه ان الكراسي ممكن نطويها بنزود المساحه. هي عربيه عمليه واقتصاديه بشكل كبير جدا. فعلا سوزوكي قدرت تبدع في العربيه دي. الخلاصه لو بتدور على عربيه موفره للوقود، اعتماديه، حجمها صغير تقدر تمشي في كل مكان، مريحه وفيها امكانيات كتير، يبقى الفيتارا مناسبه جدا ليك. لكن لو بتدور على عربيه للسفر ما انصحكش. عربيه متعبه جدا في السفر. لو بتكون مشغل مثبت السرعه على سرعه عاليه بنلاقي زي ما احنا شايفين الموتور صوته عالي، بيستهلك بنزين كتير. لما بتجيبها على المانيوال عشان تخلي الار بي ام ينزل شويه، لان هنلاقي مثبت السرعه فصل، وده في حد ذاته تعب. ودي كانت تجربتنا النهارده للعربيه سوزوكي فيتارا الهايبريد. نتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وما تنسوش لو الحلقه عجبتكم اعملوا لها لايك وشير عشان الناس تشوف العربيه سوزوكي فيتارا شكلها عامل ازاي. ونتمنى نشوفكم في حلقات جديده مع مواضيع جديده. استنونا، مع السلامه.